الوصفه تاع الصابلي اللي معتمدتها وجامي يفسد لي الشكل تاعها في الفرن ودير كميه ما شاء الله وبزاف بنينه. بسم الله نبداو في طريقه التحضير. نسحقوا 250 غرام زبده طريه، كاس الا ربع سكر ناعم، كاس نشا، نص كاس زيت، نسحقوا بيضه وصفار بيضه، رشه ملح. هنا درت 3 مغارف نواه كوكو مرحي ولافاني، ونسحقوا الفارينه. نديرو لها رشه ملح، نديرو لها كاس الا ربع السكر ناعم، نزيدو هذاك ربع كاس تاع الزيت، ونديرو لافاني ونخلطوهم. هنا بعد ما خلطنا الزبده مليح مع السكر كما راكم تشوفوا لازم يضاعف شويه الخليط تاع. نديرو بيضه وصفار بيضه ونكملو ندخلو هذاك البيض في الزبده. هنا الصابلي يحب يتخلط بزاف، اللي عندها باتور من الاحسن تستعمل. نجيبو نشا كاس. بعد ما دخلت هذاك النشا مليح نضيف نواه كوكو. المرحي راح يعطينا ذوق بزاف بنين، وثاني راح يعاون الصابلي تاعنا باش يحكم الشكل تاعو في الفور وما يفسدش، سورتو اذا طبعتوه من الفوق. اللي ما تحبوش تقدر تستغنى عليه، راح يمد ذوق مختلف وبنين بزاف. نبداو نضيفوه في الفارينه. نضيف الكاس الاول الفارينه، ما تضيفوهاش كامل دقه واحده. نزيد الكاس الثاني، يعني نضيفو كميه ومن بعد الباقي نضيفوه بشويه. نستعملوا يدنا باش ما تيبسناش العجينه، لازم تبقى طريه. نضيف الكاس الثالث، ومغرفه تقريبا ماشي معمره ممسوحه تاع خميره كيميائيه حوالي 5 غرام. لازم كي نمسو باليد تاعنا اللي ماهيش في العجين نلقاوها ما تلصقش في اليد. هنا ضفت نص تاع الكاس، درت 3 كيسان فرينه ونص. وبعد ما تلملنا العجينه تاعنا بهذا الشكل طريه بزاف، نديروها في كيس بلاستيكي، واللي عندها الوقت تخليها في الفريجيدير تريح واحد نص ساعه ولا ربع ساعه، واللي ما عندهاش الوقت تخدم بها عادي. انا درتها في الفريجيدير على ذيك راهي تبان يابسه شوي، يعني راهي بارده. نديرها في وسط كيس بلاستيكي غذائي ونطرحها بهذا الشكل. نفتحها بالحلاله. بعد ما فتحت العجينه تاعي نجي نطبخها. درت هذا المول الدائري، نجيب بلان ندير له بابي كويسون ونحط الحبات تاعي. انا ما عنديش هذاك الطابع اللي فيه ثقبه من الفوق، ندير لهم ثقبه بهذا المول الصغير. ندخلهم يطيبوا كما قلت لكم على 180 درجه، الفور يكون شاعل غير من تحت. بعد ما يبداو يصفاروا انا يعني خطفتهم شويه الفور، غفلت عليهم شوي باش يوجهوا ملاح ما فسدوش. نلصقهم بالكونفيتور. جبت شويه معجون درت له الكولورون الاحمر نديرو في هذوك الثقبات. نخليتهم سامبل كيما راهم هكذا نشتيهم. ما تخافوش كي تجربوها، جربوها عينيكم مغمضين. شوفوا حتى هذيك الحبه اللي مطبوعه من الفوق كيف بقات محافظه على الشكل تاعها. حبه تشوفوا كيفاه جات هشيشه. المهم هذه كانت وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى تعجبكم.